القبض على كوكو في المطار والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنين. الصدمة رجعت من جديد أول ما رجع كارلوس حشمت لبيب الشهير بكوكو صاحب محلات كوكو أند إس من الصين. أول ما نزل مطار القاهرة الأمن استناه هناك وقبضوا عليه في لحظة قلبت الدنيا، وده بعد ما كان واخد حكم غيابي 15 سنة والمحكمة خففته ل10 سنين سجن مشدد في القضية اللي اتشهرت باسم تابلت وزارة التربية والتعليم. زي قصة نجاح اتحولت لكابوس. الخبر ده وقع زي الصاعقة على كل اللي يعرفوه. كارلوس حشمت لبيب، الشاب اللي بدأ حياته من الصفر بعرقه وجهده، بنى اسمه في عالم التجارة، اتحكم عليه ب15 سنة سجن. الناس مش مصدقة ازاي حد زي كوكو المعروف بصدقه وأمانته تتلفق له قضية بالشكل ده، ازاي حلم عمره بيتحول لكابوس. القصة بدأت بحلم وكبرت بنجاح، لكنها انتهت بمأساة وسببها تابلت. خلينا نرجع شوية ونعرف ايه اللي حصل بالظبط وليه الدنيا اتقلبت على كوكو في لحظة واحدة. بداية الحلم من الصفر للقمة. في أحد أحياء مصر كبر كوكو وصاحبه سلطان محمد مع بعض، صداقتهم كانت أكتر من الإخوات وكان عندهم حلم واحد بس، مشروع ناجح يغير حياتهم. بدأوا بمحل صغير لبيع الهدايا والإكسسوارات وفضلوا يشتغلوا ليل نهار لحد ما اسمهم بقى معروف. مع التطور قرروا ينقلوا شغلهم للسوشيال ميديا، فتحوا صفحة على فيسبوك وبدأوا يعرضوا فيها منتجاتهم أونلاين. الصفحة نجحت نجاح كبير والإقبال زاد بشكل غير متوقع، وافتتحوا فروع كتيرة في كل محافظات مصر وبقوا من أشهر التجار في مجالهم. لكن زي ما بيقولوا مش كل الطرق ممهدة والمفاجآت أحيانا بتكون مرعبة. تابلت اللي قلب حياته. يوم عادي جدا عرض واحد من الموردين على كوكو صفقة تابلت للبيع، حاجة طبيعية بيعملها كل يوم. اشترى التابلت وضمه لبضاعته وقرر يعرضه على متابعيه في بث مباشر في فيسبوك. لكن فجأة الدنيا اتقلبت والشرطة ابتدت تتحرك بعد ما اكتشفت وزارة التربية والتعليم ان التابلت مسروق من مخازنها وتم تحرير محضر رسمي بالقضية. في التوقيت كوكو كان مسافر الصين بيجيب بضاعة جديدة وما كانش يعرف ان اسمه بقى موجود في قضية خطيرة زي دي. السلسلة الغريبة، التابلت وصل لكوكو ازاي؟ على البحث اكتشفوا ان التابلت مر على عدة تجار قبل ما يوصل لكوكو. واحد سرقه من المخازن الوزارة وباعه لتاجر أول، والتاجر الأول باعه لتاجر تاني، والتاجر التاني باعه للتالت. التاجر التالت راح لكوكو وقال له أنا عندي صفقة تابلت، وكوكو بحسن نية اشترى الصفقة كلها. المفاجأة إن كل التجار اللي قبل كوكو تم تبرئتهم بحجة إنهم عندهم حسن نية، لكن لما وصل لكوكو اتقال إنه سيء النية. كل اللي قبله بريئين وهو الوحيد اللي يتحمل المسؤولية. الحكم حقيقي صادم، 15 سنة سجن. بعد شهور من التحقيقات المحكمة أصدرت حكمها، كوكو أند إس يتحكم عليه ب15 سنة سجن بتهمة بيع ممتلكات مسروقة. الناس مصدومة، إزاي شاب ناجح مكافح معروف بأمانته يخاطر بسمعته كلها عشان تابلت؟ إزاي كل اللي قبله خرجوا منها وهو الوحيد اللي شال القضية؟ فين العدل؟ اللي يعرف كوكو هيعرف إن هو شاب تعب على نفسه وبنى نفسه بعرقه وجهده، فكان هيضيع